عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وفي اسعد حال دايما. ربنا يفك كربنا وكربكم وكرب المسلمين في كل مكان، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. معاكم اختكم جنة رمضان من بخ اكلات وحلويات. جاي اعمل معاك النهارده ان شاء الله مشروب جميل جدا ولذيذ جدا، واهم حاجة ان شاء الله ان هو مفيد جدا لانقاص الوزن، ويعني تمام. وكمان ما هوش يعني ايه، في مقادير كتير. معايا قطعة كده من الجنزبيل، ومعايا عسل نحل عشان اذا حبينا للتحلية. معايا هنا هوت كوباية من المية، ومعايا عشرة نص ليمونة مثلا. ابسط من كده مفيش. طيب هنعمل ايه ان شاء الله؟ نعمل ربنا. هقطع الجنزبيل دوت او مثلا نصها ربع زي ما انت عاوزة بقى، عشان هو طبعا بيبقى ليه طعم لاذع كده حراق يعني، فاهمة؟ فخفي منه برضو ايه، يمكن ما تقدرش تشربيه، لا يعني حط حته صغيره. هنتوجه على البوتاجاز كده ان شاء الله، ربنا يكفينا شر النار وعذابها في الدنيا وفي الاخره، ونشوف هنعمل ايه يا حبايبي. حبايبي حطينا كوبايه الميه، حطيت شرايح الجنزبيل زي ما احنا شايفين كده، مش لازم تقشريها، هنغليه ان شاء الله. وهعصر عليها عصره الليمون، بسم الله اهي. البذره معلش الوالده نشيلها بالمعلقه دلوقتي، مع انها لسه شايله غيرها، بس يلا الليمونه دي كانت نيتها مش كويسه، فيها بذر تاني. بس يا حبايبي كده، طيب كده تمام. تمام الحمد لله. هتوجه بقى كده ايه على البوتاجاز عشان اغليهم، وبعدين ان شاء الله لما يغلوا هرجع لك ان كان اجل ونصف عشان اقدمه واقول لك فوائده باذن الله ايه. 5 ورقات ماشي اهو. غلينا الجنزبيل، لو انت ملاحظه معايا البخار اهو، بس سبته هدي بقى شويه عشان اصبه في الكوبايه اهو. هنصبه مع بعضين، طبعا مش محتاج يتصفى لان الشرايح كبيره. بسم الله، يعني مش محتاج مصفى. بسم الله اهو. غلي، هو الكوبايه نقصت شويه ميه، مش مشكله عشان غليت اهي. جميل، وريحته كانت مش قادره اقول لك مفكفجه. طيب نحط بقى معلقه مثلا للتحليه كده من العسل. طبعا ده لا، مش عايزاها استبعديها، عندك سكر دايت حطي اي حاجه اهي كده، عشان بس يبقى ايه يعني طعمه مقبول، بس عشان المشروب سبته يهدى شويه، العسل بيسيح بهدوء يعني، معلش اهو. خلاص كده بس يا حبايبي. نقول بقى في فوائد المشروب العظيم بتاعنا الجميل البسيط ده ان شاء الله. مشروب الجنزبيل هو طبعا معروف للتخسيس، بيتشرب دافي قبل النوم عشان خاطر نحفز عملية الهضم ويساعد على انقاص الوزن. وكمان زي ما قلنا بنحط له العسل عشان خاطر يعني ايه، نستقبل طعمه كويس، يبقى يعني لذيذ بالنسبة لنا. وممكن نحط فيه الليمون اللي احنا حطيناه، طبعا احنا حطينا عصرنا الليمون بالفعل، عشان خاطر يبقى ان شاء الله كده مشروب مفيد جدا للدايت والانقاص الوزن باذن الله، من غير ولا ادويه ولا دكاتره. يا رب تكون المقادير عجبتكم واكون نلت رضاكم، تكون المقادير بسيطه بالنسبه لكم، اكون قدرت اوصل لكم معلومه حتى لو بسيطه. انا اتبسطت معاكم، اختكم جنة رضوان. يا رب يكونوا اتبسطتوا معايا، وان شاء الله ان كان لنا اجل ونصيب نتقابل مع بعضنا في فيديو تاني جديد ولذيذ. والسلام عليكم ورحمه الله.